اتصلت فيك شيخنا، ما اريد اطول عليك، عندي 5 نقاط. شيخنا الحبيب، هل قرأت في كتاب الكافي ان رجل سأل الامام جعفر الصادق انه اتى الى مدينة او قرية فيها اهل العامة، فماذا يصنع اذا رد يستفتيهم؟ اسألهم وخالفهم يعني. بالضبط. هذا جوابا على كلامك انت. ليش الشيعة ما يصومون يوم عاشوراء؟ ثانيا، ما سألت نفسك او السنة ما سألوا نفسهم ليش السيستاني كل سنة يخالف المسلمين بالعيد؟ اي عيد، عيد رمضان، عيد اضحية، لازم يخالفهم. ليش؟ لان اذا صام وياك قلنا احنا صرنا سوا خلاص، يعني احنا متقاربين. هو ما يريد يخليك متقاربين، يريد يفهم هالغنم اللي تمشي وراء احنا ما في دي شيء يشبه دينهم، لا في عيد، لا في صيام، لا في صلاة. انت شلون تتوضا يا شيخنا؟ انت شلون تتوضا؟ مش الى المرافق؟ نعم. مش من الايد الى المرافق؟ هو يقول لا، من المرافق الى الايد، عكس السني. انت شو تسوي بالرجل؟ مو تغسلها؟ هو يقول لا 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 لا، عكس، امسحها لا تغسلها. انت مو تصلي 5 اوقات في اليوم، صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ هو يقول لا 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 لا، احنا عندنا 3 صلوات فقط. وهو ما ثبت في دينه ولا حديث ولا رواية ان الامام صلى 3 صلوات الا بالحالات الاضطرارية والسفر. سمعت يا شيخنا؟ نعم. حتى تعرف تسأل انت، تقول ليش ما يقولوا لهم. شيخنا الحبيب، تسأل انت دائما ليش الشيعي ما يسمع هذا الكلام اللي انتم قاعد تقولونه؟ ليش الشيعي ما يسمع انت قاعد تقولوا غيرك والاف وملايين السنة انكم تحبون اهل البيت وتموتون على اهل البيت، وذكرتم اهل البيت في كتبكم في البخاري ومسلم؟ ليش ما يسمع الشيعي هذا الكلام؟ غلفوا على مخه شيخ، غلفوا على مخه وخلوه حب أهل البيت بالهريسة واللطم ومشية طويريج وبزيارة القبور وتعلق راية بيها العباس وتوزع خبز الزهرة وترقص فرحة القاسم. هذه هي حب أهل البيت. أما اللي أنت تقوله هذا يعتبر عداء لأهل البيت، هاي ترسمه براسه. ثانيا، الشيعي نفسه حتى تعلمه وتفهمه أخي الحبيب شيخنا الحبيب فراس، لا أنت ولا أي واحد من أهل السنة يستطيع أن يدرك أو يحيط علما بشخصية الشيعي نفسه، حاشا الشيعة المحترمين اللي قاعد يسمعوني. شيخنا يمارس الفساد، يمارس الخمر، يمارس كل ما حرم الله. هذا شلون تريد قلبه؟ أخوي أثير، نعم، صنعوا لهم دينا مختلفا وحذروهم من مشابهة المسلمين في عباداتهم وأغرقوهم بالفواحش المتعة وغيرها، وقالوا لهم أن مجرد حبك لأهل البيت ولائك للحسين وحبك لعلي ينجيك. إذا صارت مشكلة، صارت أي بلوى في الدنيا، توسلوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه واذكروا مصائب الحسين، فإن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه تهدم الذنوب العظام في الآخرة وفي الدنيا أيضا. الدمعة ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو أثر الدمعة على سيد الشهداء. هذا يحتاج أنه واحد يفتح حسابا مع أهل البيت، لا يخافون سوء الحساب. يقال لهم اللي يبكون على الحسين ادخلوا الجنة. تعالوا نخلص أنفسنا، نسجل عند الإمام صاحب العصر والزمان في مدرسة أهل البيت. فالشيعي متكي على المحبة، يظن أنها مهما فعلت من الذنوب، هذا يطرحونه في الحسينيات كثيرا، ولذا هو يفعل كل شيء ويقول معاي علي خلاص راح ينجيني يوم القيامة، أنا أحبه أنا أوالي. يقول حب علي جنة قسيم النار والجنة. علي حبه جنة إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة والساقي على الكوثر. علي للهدى عنوان، علي بغضه خسران، علي يعدل القرآن بذاك المصطفى أخبر. علي أول آخر، علي باطن ظاهر، علي قدرة القادر. بالكلام؟ أيوة بالكلام. القضية هكذا عندهم، لكن إنصافا وأظنك توافقني على ذلك أخي أثير، ليس كل الشيعة يمارسون هذه الأشياء. هناك ناس من الشيعة عقلاء يبحثون عن الحق، يمكن غارقين في الجهل، ولكن لما يجون مثل المجالس هذه وينظرون إلى الحجج لا يستكبرون، يقبلون. والدليل حجم الهداية الكبير الحمد لله اللي في العراق الآن. كنت شيعيا وكنت شيعيا متعصبا،
الشيخ حسين المؤيد آية الله المرجع الديني، حينما كنا في قم كانوا يقولون عن هذا هو الصدر الثاني نابغة من النوابغ. لو كان هناك لهم حجج ولهم أدلة متقنة ما كان تحولت أن هذا التحول العقيدي. صحيح. قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء أو في واحد من المعممين صار وهابي غير مذهبه من الشيعي إلى السني، لو 1% ما كان فيه، شخصية واحدة ما فيه. الآن لا، طلعت شخصيات وشخصيات. كان جارنا في قم المقدسة لما كنت أدرس في الحوزة، كان جيراننا معمم هم كان يدرس بالحوزة. قبل كم يوم شفته مولانا مزين اللحية مو شايل العمامة صاير سني. که گذشت 12,000 تا شیعه سنی شدن، خبر داری؟ 12,000 تا. الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام وخرجت من هذا الدين الخرافي. أنا واحد أعجمي فارسي من دهران، بس الحمد لله العربية اللي أنا أتكلم أفضل 100 مليون مرة من هؤلاء المجوس. فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام والتوحيد والسنة. وأنا أعتقد كل سني حنيف يقدر باللهجة العراقية يقدر يستطيع أن يثبت أن الدين الشيعي بني على باطل والمتشابهات. أقبل أقدامك، لا تعر أذنيك إلى كلاب النواصب ومن يذهبون إلى الحج بدل أن يؤثروا وينشروا مذهب أهل البيت يرجعون بشبهات الوهابية. والله يا إخوان بعضهم يرجع بشبهات الوهاب، يقول لك لا تقل يا علي، قل يا الله، حرام تقول يا علي. ولا ما أحتاج بعلي، علي محتاج يا الله. علي قال يا الله وأنا أقول يا الله، فإني على طريق علي بن أبي طالب أبو الحسن عليه السلام. هذا دليل على أن هناك أرضية موجودة بحمد الله عز وجل. نعم قد يكون الكثير من الشيعة على ما ذكرت، لكن أيضا هناك مثقفين، هناك متجردين للحق، هناك أبصروا الحقيقة. إذا كنت أنت أكبر لطام قبل والحين ما شاء الله عليك. يعني أنا من أول هدايتي ما عذبت الناس، أنا مجرد هي كلمتين قالها أخونا الله يذكره بالخير الله يعطيه الصحة والعافية، عندما قال شنو فرقهم عن قوم نوح، وبعدها خلاص تعددت الأدلة. يعني ما طولت شهر أنا، هذا كل الحج ما عاندت. من يجيني الحج ما أقول لا. أيضا في موضوعك النقطة الرابعة، الشيعي الآن شيخنا الحبيب لو يعرض، أريدك أنت يا شيعي الآن اللي قاعد تسمعني تعرض عملك أنت على أهل البيت. يا أخي اعرض ركضة طويريج على أهل البيت، ركضوها؟ لا. يا أخي اعرض التطبير على أهل البيت، طبروا؟ لا. يا أخي اعرض نسوانك اللي تاخذهم مشاية وبنياتك الإحداثات وتبادل الأرقام والغزل والمعاكسات والأشياء الثانية اللي ما أريد أحكيها على العام. عندنا أخواتي يسمعون وناس ما أريد أحكيها شو يصير بالمواكب تاخذهم. أهل البيت سووا هاي الحادثة؟ لا. أهل البيت راحوا وسجدوا للقبر وقالوا يا قبر محمد ادركني، يا قبر نوح ادركني، يا قبر ما سووا. فأنت من تعرض أعمالك على أهل البيت راح تلاقي نفسك صفر، وأنت خارج معادلة أهل البيت، بل أنت من الملل الفاشلة. ما أريد أقول لك الكافر. أنا أدعوك لدين أهل البيت الحقيقي، أدعوك يا شيعي بهذه القناة المباركة وبهذا الشيخ الطيب وهذه الوجوه الطيبة اللي قاعد تسمع لك وكلهم الآن، وأنا أدعوك لدين أهل البيت. وأنا آسف على إطالة. شكرا لك أخي أثير القطراني المهتدي من التشيع. الحمد لله الذي هدى إخواننا المهتدين من أمثال الأثير وغيره. الحمد لله عز وجل. ما كان هذا إلا لأنهم جاءوا متجردين يطلبون الحق، شافوا الحجج والبينات.